الجنيه المصري بينخفض انخفاض شديد أمام الدولار الأمريكي، وبيوصل للأسف 52 جنيه و20 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم المتخصصة في أسعار الدولار أول بأول. في الفيديو ده هنتكلم عن الارتفاع الكبير جدا اللي حصل لسعر الدولار النهاردة قدام الجنيه المصري، واللي جه بالتزامن مع التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة بعد تداعيات الحرب على إيران. يا ترى هل الارتفاع ده هيستمر؟ وهل ممكن الدولار يوصل لأرقام جديدة الفترة اللي جاية؟ خليك معنا. الدولار في البنك المركزي المصري سجل 52 جنيه و10 قروش للشراء، 52 جنيه و20 قرش للبيع، بينما سجل الدولار في بنك مصر 52 جنيه 15 قرش بيع، 52 جنيه و20 قرش. سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 52 جنيه 25 قرش بيع، 52 جنيه 30 قرش. الزيادة دي جت مع حالة من القلق في الأسواق العالمية بسبب التطورات السياسية والعسكرية كما ذكرنا سابقا في المنطقة، والتي بتأثر بشكل مباشر على حركة العملات والاقتصاد. وحاليا الأسواق في حالة ترقب لمعرفة الدولار هل هيوصل لارتفاع ولا هينخفض. أنا من رأيي شايف إن طالما الحرب للأسف مستمرة فسعر الدولار هيرتفع بارتفاع كبير. مش عايز أطول على حضراتكم، يا ريت تدعمونا بلايك، تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتنا. سلام.